في الذات يركز ايضا على اكتشاف قدراتهم المهاريه في لعبه كره القدم. يستعد اللاعب المتميز ياسين ادمام من امام الحارس العملاق اوتشيك. ياسين ادمام واوتشيك. ياسين بابا جول. انت ياسين يسجل الهدف الاول للمنتخب المغربي وينفذ ويسجل الرميه الاولى. الرميه الثانيه ستكون فرنسيه. مايكل برانسيس في تنفيذ هذه الرميه من امام الحارس وليد حسبي. جول. قوه في التسديد هنا رائعه جدا. طبعا اختار زاويه وسددها بالقوه اللازمه حتى على الجهه اليسرى. طبعا يستعد لتنفيذ الرميه الثانيه لصالح المنتخب المغربي. يلا يا اكرم يتقدم اكرم. بابا فنان انت يا اكرم. فنان انت يا اكرم. يسجل الجول الثاني للمنتخب المغربي بشكل رائع جدا. حطها في الزاويه اليمنى للحارس. قلت لكم بانه لا يكفي ان تكون حارسا بارعا امام منفذين بارعين ايضا في الجهه المقابله. المهاره الفرديه عند اللاعبين المغاربه. بارتير فرانسيس ينفذ الكره ويضيعها. دليل علي ضيع ضربة الجزاء. دليل صد الحارس المتميز وليد حسبي وانقذ مرماه. رميتان هدفان للمغرب. رميتان هدف واحد لفرنسا. فرنسا المدرسة طبعا والمغرب المدرسة. نتحدث عن تلاميذ متمدرسين. ستسيل الكثير من الدموع طبعا، ودموع الفرح ودموع الحزن ودموع الأسف وليس الحزن. يعني على هذا المستوى لا يمكن الحديث عن حزن ولكن الحديث عن أسف على الخسارة. محمد السهل في تنفيذ الرمية المغربية الثالثة لصالح المنتخب المغربي. يلا يا محمد السهل. سجلها جول. محمد السهل كرة كانت سهلة على الحارس اوتشيك ولكنه لم يقدر عليها. 3 رميات 3 أهداف للمغاربة الذين يتصرفون وكأنهم كبار. ثالثة مغربية فرنسية في تنفيذها. جواكيم مامي كوري. بابا سجلها ببراعة جواكيم. اي 3 رميات للمغرب 3 أهداف. 3 رميات لفرنسا هدفان. 3-2. انت كئيب يا ولدي. انت خايف يا ولدي. انت خايف يا ولدي. خايف يا ولدي. بابا ضيعتها. كنت باين عليك بانك خايف يا ولدي. بلال لقدح مسجل هدف التعديل يخفق في تسجيل رمية الجزاء. كان واضح في وجهه بانه تقريبا رايح لمشنقة او رايح لمعركة او رايح لشيء يخوف. هي ضربة الجزاء فقط يا ولدي. هي رمية جزاء نعم تمثل منتخب بلادك المدرسي لكن في نهاية المطاف هي ضربة جزاء. الرمية الرابعة للمنتخب الفرنسي بالتنفيذ. لولو ماشين يسجل. لارنوي ماشين اللاعب الاحتياطي يسجل الرمية الرابعة. يعني صرنا 3 من 4 رميات. الآن واحد يضيع والآخر يسجل يفوز اللي سجل. حماموتشي مسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. يا محمد بابا رايع. محمد حماموتشي يسجل الرمية الرابعة للمنتخب المغربي. 5 تسديدات للمغرب 4 أهداف 4 تسديدات لفرنسا. صعب عليك. الرمية الأخيرة في تنفيذها. المحاولة الأخيرة الخامسة للمنتخب الفرنسي. والهدف الرابع من الرمية الخامسة كان ليليون رايو هو الذي سجل الرمية. سنذهب إلى الرميات الإضافية. 5 رميات لكل منتخب 4 أهداف. حتى في ضربات الترجيح التكافؤ ما يزال مستمر. الآن اللي ضيع يخسر. للمنتخب المغربي الآن في التنفيذ يحيى الوكادي. يا يحيى سجلها جول. يحيى الوكادي سجل الرمية الخامسة للمنتخب المغربي. عناصر منتخب المغرب اللي تلعب باليسرى رميتها رائعة جدا وصعبة على حارس المرمى تونجي اوتشيك الذي ابدع في المباراة ولم يبدع في ضربات الترجيح. قلت لكم بانه ان تكون حارسا متميزا هذا لا يعني بانك قد تصد كل ضربات الترجيح. اذا ضيعها المنتخب المغربي الفرنسي يتوج المنتخب المغربي باللقب. الرمية السادسة للمنتخب الفرنسي. سجلها جول.
سجلها جول ببراعة اللاعب إيغور بور. 5-5 في النتيجة في تنفيذ هذه الرمية يا عمر. سجلتها يا عمر، سجلها يا عمر، لم يقدر عليها طونجي كوتشيك. اي ارتمى معاها في المكان اللازم. هذا اللي راهو جاي الولد الصغير هذا، جاي خجلان وجاي خايف. هو يحاول يعطي الانطباع بانه جاي واثق من نفسه. اعطيوا لنا صورة وجهه نشوف اذا كان فعلا واثق من نفسه ام خجلان وخايف. الرمية السابعة للمنتخب الفرنسي، حطها في الشباك، جول. حطها في الشباك وسجلها جول اللاعب المتميز لويزون بومون. يستعد لتنفيذ هذه الرمية الثامنة بين الفريقين. محمد نوفل يستعد، يتقدم نوفل، بابا رائع. نوفل حطها في الزاوية اليسرى ببراعة وسجل هدف آخر في منتهى الروعة. حارس هو الذي سيسددها. اوتشيك تاجاي سيتولى تنفيذ هذه الرمية. هل هذا اللي قلنا عليه بأنه هو الذي سيقود منتخب فرنسا للتتويج، هو الذي سيتسبب في إقصائه وخسارته؟ بابا سجلها جول، سجلها اللاعب طونجي اوتشيك. 7-7 في النتيجة. هل بقي من ينفذ؟ نعم مازال. الحارس وليد حسبي يستعيد. وليد، يلا يا وليد، يسدد وليد. سجلها وليد، سجلها وليد. الآن كل اللاعبين المغاربة نفذوا ضربات الترجيح. في وقت ما زال من الفرنسيين من اللاعبين الاحتياطيين أيضا نفذوا كلهم اللي كانوا موجودين. سيعود لينفذوا هذه السلسلة التي لم تتوقف. هذا التكافؤ المستمر بين الفريقين، هذه المتعة المستمرة أيضا في هذا النهائي الثالث. طبعا كل ما سجل اللاعبين أهدافهم ورميات الترجيح كل ما ازدادت المتعة. التنفيذ هنا من قبل ليليان رايو، يسجل أو ويليام ميكيل بريسيس. طبعا رميته الثانية سجلها، سدد في المرة الأولى وسجل هاي المرة الثانية اللي عاود يسجل فيها. هل ستتوقف هذه الضربات أم أننا سنستمر؟ 9 ضربات لحد الآن، 8 لكل منتخب. يتقدم أكرم خويتسي بالبراعة، يحطها على الجهة اليمنى. قمت بما يجب عليك وأكثر يا أكرم. سجلت 3 أهداف في هذه الدورة أكرم. سجلت الرمية الأولى وسجلت الرمية الثانية وتلقيت بطاقة صفراء في هذه المباراة. خلصت انت واجبك خلاص. انتظار واجباتك المدرسية فإنها أن تكون في أفضل الأحوال وعلى أحسن ما يرام في مستوى أدائك لواجبك الكروي مع منتخب بلادك. الرمية الفرنسية الآن في تنفيذها دليل علي. الرمية الثانية لدليل. بابا رائع كان منذ حين أكرم الخويتسي. رائع أيضا دليل علي، يسجل هدفين في هذه البطولة، يسجل رميتي الجزاء اللتين نفذهما. يأتي دور الصغير الآخر ياسين أدمام. وين رانا رايحين بضربات الترجيح هذه؟ وين رانا رايحين بهذه المتعة المتواصلة؟ 9-9. ارفع راسك يا ولدي، ارفع راسك يا ياسين أدمام، سواء سجلتها أو ضيعتها أنت فنان. أنت والصغير الآخر اللي يحمل رقم 11 أكرم الخويتسي في تنفيذ هذه الرمية. كرة أكبر منك تقريبا. يستعد اللاعب ياسين أدمام. واو سجلها. ياسين أدمام سجلها. هاي الرمية العاشرة للمنتخب الفرنسي. المحاولة والتسديد، جول. يا له من هدوء عليك يا جواكيم أميكوري، يا له من هدوء. يلا يا محمد. يستعيد محمد ويتقدم لتسجيل الرمية 11. محمد بابا ضيعتها. ما زال رمية أخرى، ما زال حتى يسجلوا الفرنسيين. لا أعتقد حتى يسجلوا الفرنسيين في نهاية الماء. لا أعتقد بأنه ما زال
ضيع المنتخب المغربي. لازم المنتخب الفرنسي يسجل حتى يتوج باللقب. نعم لازم المنتخب الفرنسي يسجل لأنه الأوائل اللي نفذوا هم المغاربة. هل الفرحة مؤجلة؟ هناك حديث مع حكم المباراة سيد علي فيصل، يعود للحكم الرابع وللمنظمين ليستفسر. لا، لازم أعتقد القانون يفرض عليك أنه الرمية الأخيرة إذا سجلها المنتخب الفرنسي سيتوج، لأنه اللي ضيع يخسر. الآن لازم المنتخب الفرنسي يسدد رميته الأخيرة، إذا سجلها يتوج باللقب. نعم أعتقد بأنه من كثرة تسديد ضربات الترجيح الحكم ومساعده نسوا يعني الحساب. يبكي الولد مسكين، يبكي. معلش هذا البكاء وهذه الدموع تكبرك أكثر فأكثر. دموع الفرحة ودموع الأسف، حتى لا أقول الحزن، مهمة جدا بالنسبة للأطفال الصغار في سنكم. يعني مهم أنكم تكبروا على المنافسة وتكبروا على معرفة قيمة الوطن وتكبروا على معرفة قيمة الإنجاز وقيمة التفوق وقيمة الانتصار وقيمة حتى الخسارة. الرمية الأخيرة للمنتخب الفرنسي في تنفيذها لانروي ماتشين، إذا سجلها يتوج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثالثة لبطولة كأس جيم بحلته العالمية. يتقدم اللاعب ويسدد بقوة وسجل جول، ويتوج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثالثة لبطولة كأس جيم بحلتها العالمية بعد ضربات ماراثونية للجزاء. هاي الفرحة الكبيرة جدا. في المقابل هناك الأسف كثير على لاعبي المنتخب المغربي الذين عادوا من بعيد، كانوا خاسرين 2-0. لا يجب أن ننسى عدلوا النتيجة في 3 دقائق الأخيرة من عمر المباراة وراحوا إلى غاية ضربات الترجيح.